وكاينين ناس مختصين في الزي وغادي يفهموا اكثر مني. هذا الزي هذا من منطقه سوسماسا وسط المغرب. انا كنحضر من مدينه اكادير. هو زي امازيغي اللي كيعتمد اكثر شيء على الالوان اللي كتقدروا تلاحظوها، اللون الاخضر الاصفر الاحمر والازرق. ثاني شيء اللي كيتركز عليه الزي الامازيغي هو الاكسسوارات. هو من الفضه وحجر اللبان وحجر المرجان. فكانوا مرجان واللبان ولبان. ايوه، يعني هذو من الاحجار اللي هي معروفه كثير في الحضاره الامازيغيه. والفضه يعني طبعا. يعني عندهم الفضه من المعادن الجد الثمينه. فانا اختاريت هذا الزي باش نعرف بالحضاره الامازيغيه ونعرف بالثقافه المنطقه في المغرب اللي كنتمي لها. هذا نفس الشيء اللي انا لاحظته في خلال المباريات الثلاث اللي حضرت لها مع منتخب المغرب. فكنشوف انه بلدان من كل العالم، البلدان العربيه كلها كتشجع المنتخب المغربي، بلدان من جميع القارات يعني جالسين جنب بعضهم كيشجعوا بعضهم. فكانت اجواء اللي رائعه جدا، والحمد لله انني قدرت نشارك فيها ونكون جزء منها. مريم، ده في استاد الثمامه تقريبا، دي مباراه المغرب وكندا، اخر مباراه. ايوه، مباراه التاهل اللي فاز فيها المنتخب المغربي. ايوه، اللي كانت في ملعب ثمامه. زياش جاب جول في الدقيقه 6 او 7 او الرابعه، اسف. أيوة. مظبوط. لا انت مذاكره كويس. انا استعملت المترو باش نمشي الملعب، وما شاء الله التنظيم. المترو بتخشي بتصريح هيئه، بطاقه هيئه، من غير ما تدفعي نقود او لا لا لا، بطاقه هيئه كتخول لك انك تستعمل المترو. من المترو كنوصلوا للمحطه الاخيره كنلقاو باصات. الباصات هي اللي كتدينا حتى الملعب. التنظيم كان رائع، الضيافه كانت رائعه، يعني كاينين ناس في كل منطقه كتلقى ناس اللي كيساعدونا وكيوجهونا للطريق الصحيحه. الدخول للملعب كان يسير، صحيح انه يعني لازم الانتظار وكانوا يعني الصفوف، ولكن هذا شيء عادي بالنسبه للعدد الكبير ديال المتفرجين المشجعين اللي كانوا حاضرين. لا، هو صراحه بحكم انني يعني كنشتغل بميدان الرياضه، فانا مدربه لياقه بدنيه ولاعبه سابقه لرياضه التايكواندو، فدائما كانت الرياضه يعني من اهتماماتي. كره القدم كنتابعها يعني احداث عالميه مثلا. فبالنسبه لي الاثنين معا، يعني تشجيع الفريق ونغتنم فرصه انني يعني كنعيش. انت بتحبي كره القدم في الاصل. ومن اغادير بتشجعي حسنيه اغادير. حسنيه اغادير، مظبوط. حسنيه اغادير. طيب، كل التحيه بكل تاكيد لاغادير واهل اغادير وفريق حسنيه اغادير عشان خاطر مريم. شكرا. الاكثر لقطه عجبتني هو الهدف الاول اللي كان تسجل في الدقيقه الرابعه من خلال اللاعب زياش. يعني فرحنا، وخصوصا انه كنا في الملعب كمشجعين مغاربه، يعني كننتظروا الفوز ديالنا، ففرحنا كذلك فاش تم الهدف الثاني. صابنا شويه ديال الرعب لما الفريق الكندي سجل الهدف الاول. ف كان احساس يعني جد صعيب علينا، ولكن الحمد لله يعني قدرنا نتغلبوا عليه وفزنا بالمباراه. يمكن انا كنشوف زياش انه رمز الطفل، ولد الشعب، يعني احنا في المغرب تنقول ولد الشعب، فلهذا لقى يعني شعبيه اكثر وسط الشعب المغربي، مع انه تزاد في هولندا وكبر في هولندا، ولكن يعني بما انه يعني طفل خلق من اسره بسيطه وكبر وكانوا عنده يعني ظروف قاسيه في حياته اللي قدر يتغلب عليها بسبب الرياضه وكره القدم بالخصوص، فيمكن هذا جعله يكون اقرب للقلوب المغاربه. احنا فرحانين بزاف وجد سعداء اننا نكونوا مع المنتخب المغربي وحاضرين معاه. فرحانين بالناخب الوطني السيد وليد الركراكي، لانه اخيرا قدرنا نشوفوا المنتخب المغربي ديالنا يعني كيعيش في روح الفريق، الحاجه اللي كنا كنفتقدوها في النسخ اللي فاتت من كاس العالم. فالمدرب وليد الركراكي قدر انه يمنح الفريق هذا الروح، وقدر انه يزرع فيهم مفهوم العائله، وانه احنا في الفريق كاخوه وخاصنا نتقاتلوا مع بعضياتنا. احنا في المغرب تنقولوا خاصنا نتقاتلوا، والحمد لله يعني فرحانين. كيف ما كانت نتيجه المباراه
مع المغرب ضد اسبانيا، فاحنا فرحانين بالمنتخب، فرحانين بالناخب الوطني ديالنا، وكندعيو ان المغرب يفوز ويكون لما لا اول فريق عربي اللي تاهل مريم، ربع. انتوا الجمهور اكتر حاجه كانت بتتغنى في الملعب في يوم ماتش كندا جيبوها يا الاولاد. جيبوها يا ما الاولاد. تسمعينا كده طيب. يلا جيبوها يا ولاد. انت كنت بتلعبي تايكوندو يعني ما خلاص في قوه وفي حماس. صح. اتفضلي يلا. يمكن ما حافظتش وانا معاكي. يلا جيبوها يا الاولاد. نغنيوها مع بعض. يلا جيبوها يا الاولاد. جيبوها يا الاولاد. يلا جيبوها يا الاولاد جيبوها. لا اعلى. الله كده الاولاد. جيبوها يا الاولاد جيبوها. جيبوها يا الاولاد. جيبوها يا الاولاد. وكان في كمان جوي. شوفي انا مش هسيبك. وبعدين طلع صوتك حلو. بدها معايا. اعطيني اللحن. اولي 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 جوي جوي. وفي مغاق جوي مظبوط. فعلا صوتك جميل. صوتك حلو فعلا، مش عارف ليه مكسوفه يعني. شكرا. كم تتوقعين نتيجه المباراه؟ انا كنت اتوقع فوز المنتخب المغربي. لما نسوش انه اللاعبين المنتخب هم نجوم على كفاءات، فهم نجوم من نجوم المنتخب. ممكن النتيجه تكون في هدفين لهدف او 3 أهداف لهدفين، فالفريق ما غاديش يكون كبير ان شاء الله. ان شاء الله. من اكثر لاعب يمكن ان تتخوفي من اعتزاله يوما ما في المنتخب المغربي؟ يعني هو كل اللاعبين ما شاء الله عليهم عندهم مكانه في قلوبنا. صراحه ما عنديش لاعب محدد، وانما كلهم. يعني انا كنشوف انه نسخه قطر 2022 كاس العالم هي اجمل نسخه للفريق المنتخب المغربي خلال هذه السنوات الماضيه. من ابرز لعيب، من اكثر لعيب تحبينه في تاريخ المغرب في كرة القدم؟ يمكن أنا في نسخة 98 أكثر لاعب اللي كان قريب لقلوبنا وكنا كنغنيو ليه أغازيج وأغاني هو الشماخ والدزيري. مروان شماخ والدزيري. الجزيري. يوسف الجزيري تقريبا. انت تنذكرش الاسم ديالو. الجزيري كان معروف. جواد الجزيري. جواد يمكن. جواد الجزيري. وفي بادو زاكي. بدو الزاكي. نعم. في كأس الأمم الأفريقية 86 لو أنا متذكر صح كان حارس المرمى. كان هو حارس المرمى مظبوط. لا في أسامي كتير في تاريخ المغرب، أسامي عظيمة جدا جدا. مريم، عندك دراية باللغة الأمازيغية؟ شوية. يعني إيه الكلمات مثلا اللي ممكن تكون قريبة على العربي شوية؟ هو بالنسبة لمنطقة سوس مسا اللهجة الأمازيغية هي شوية يعني بمقارنة مع اللهجات الأمازيغية اللي كتواجد بالمغرب هي أقل يعني صعوبة، وفيها كلمات اللي كنستعملوها يعني أسامي عربية وكلمات عربية كنستعملوها في اللهجة. بحكم أن والدي هم ما كينتموش لهذيك المنطقة، أنا تزاديت وكبرت بمدينة أكادير، فمسقط راسي مدينة أكادير، جيران أمازيغ وأصحاب وزملاء أمازيغ، فيعني تشبعت بهذه الثقافة واعتبرتها يعني من. أنت فخورة بها جدا بجذورك العربية والأمازيغية. نعم. وهي دي اللي بتشكل الوطن نعم. العربي، جميع الأعراق العربية تتلاقى ليعيش الوطن العربي تمام. بشكله الرائع الذي دائما ما نصبو إليه. يعني عايزين نعمل الجران فينال. جران فينال ولكن بشرط تغنوا معايا. وراكي. ايه مبروك علينا هذه البداية وما زال ايه مبروك علينا هذه البداية وما زال ديما المغرب ديما المغرب. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.